ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عارفه ان انا الفتره دي بجد انا مبصورش فيديوهات كتير ومنزلش فيديوهات غير كل فين وفين. بس انا عايزاكم تعذروني لان انا في فتره مضغوطه فيها جدا جدا جدا، عامله كده اهو. فبجد انا مستنيه اخد الافراج من الحاجات اللي انا مضغوطه فيها، وهنزل لكم كميه فيديوهات بطريقه ما تتوصفش، وافكار جامده جدا 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 جدا. فيديو النهارده هيبقى عن كريم ماربرين او ماربرين بتاع اثار الحبوب وتقشير البشره من البيت وتجديد الخلايا الميته. مش عايز اطول عليكم ويلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو هسيبكم حاجه خطوات كده اهو، ان احنا قررنا ان احنا هنظبط الكونتنت اللي بينزل على القناه، بدل ما يبقى سكين روتين، هير روتين، بودي روتين، الحاجات دي بس. لا، احنا خلينا ان احنا هنزود حاجات عليه. يعني مثلا ممكن نطلع، او مثلا ممكن انزل فيديو ان انا بتكلم عن نصيحه سريعه او حاجه محدش ما تحصلش لحد، حاجه ياخد منه حاجات زي كده. فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. طيب ده ماربلين او ماربلين، ماربلين او ماربلين. بصوا يعني هنختار اسم منه ونقوله طول الفيديو. وانا هستخدم ماربلين. ماربلين انا مش اول كريم مؤشر او اول كريم مجدد خلايا انا استخدمه. في الفيديو بتاع الحاجات بتاعه 2023 انا قلت ان ده الكريم الوحيد اللي كان كويس مع بشرتي ومحرقليش بشرتي. انا استخدمت قبل كده كذا حاجه من اللي هما بيقشروا البشره، اكراتين وادابالين والحاجات دي، بس في واحد منهم حرقلي بشرتي. مش عارفه ده سوء استخدام مني ولا هو بجد فعلا ما كانش كويس. ايه الفرق بين اول حاجه خالص؟ الفرق بين ماربلين واكراتين وادابالين واكنفري وكل كل الانواع دي مفيش اي فرق بينهم. هو الحاجه الوحيده ان هي شرك ونسب بس. انا بجاوب على كل الاسئله من الاول خالص، بحيث ان هنفترض ان محدش يعرف ده كريم ايه او بيعمل ايه. طيب ماربلين ده بيعمل ايه للبشره؟ ماربلين ممكن تستخدميه لو انت عندك اثر حبوب في بشرتك. يعني الحبايه اللي طالعالي دي انا حاليا بستخدم عليها فيوسيدين لغايه لما تموت خالص، او لغايه لما الماده البيضاء اللي فيها دي تتشال وتبقى حاجه حمراء عادي اللي هو ايه سايبه اثر. ابدا انا بقى استخدم عليها ماربلين علشان يشيل الاثر. ماربلين انا مش طالعه اتكلم كده من الهوا عليه. انا كنت مجرباه في حاجات كتير قوي، وحاليا بستخدمه في ان انا بيبقى عندي اثر حبوب. يعني انا عندي هنا اثر حبوب في بشرتي، انا حاليا بستخدمه عليها وبصراحه تحفه قوي قوي قوي. مش بيخفيلك الاثر في يوم وليله، عشان ما تبقيش مستنيه النتيجه ان انا حطيت النهارده على اثر الحبوب بكره واو اثر الحبوب مات. مفيش الكلام ده. هو بيشيل تدريجيا، ولازم تستخدميه بطريقه معينه عشان يديكي نتيجه كويسه ونتيجه معينه. طيب لو انا عايزه استخدمه عشان انا عندي اثر حبوب، هتيجي بالليل على الحبايه او اثر الحبوب اللي عندك وتحطيه ربع ساعه وتشربيه. ولو انا عايزه استخدمه عشان اقشر او اجدد، يعني خلينا ناخدها بمسمى تجديد الخلايا، مش تقشير اللي هو تقشير وبلاقي وشي بيتشال كده، لا لا لا، هو بيجدد الخلايا الميته في البشره. طيب ولو انا عايزه استخدمه ان انا اجدد الخلايا الميته، برضو على نفس الطريقه هاجي كل يوم بالليل واخد منه سنه صغيره جدا 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 جدا، وهتوزعيها على البشره كلها وتروحي موزعها على البشره كلها. طيب هبدا ان انا استخدمه ازاي؟ اول حاجه خالص هبدا ان انا استخدمه ربع ساعه. هقعد فتره انا بستخدمه ربع ساعه وبشطفه، ولازم ترطبي بعديه كويس قوي لانه بينشف البشره. انا ما لاحظتش لان انا بشره دهنيه، فما لاحظتش انه بينشف البشره، لكن هو لازم ترطبي بعده. انا فضلت فتره متكرره بستخدمه ربع ساعه وخلاص حسيت ان انا بشرتي تقبلته، ما تحسستش، ما التهبتش، ما حصلهاش اي حاجه خالص. وبقعد ربع ساعه وبشطفه بعدها كويس وبرطب بشرتي. ولازم نحطه، لازم تحطيه على بشره نظيفه. لازم قبل ما تحطيه تبقي منضفه بشرتك كويس جدا جدا جدا. يعني مش مجرد ان انت غاسله بشرتك بشويه ميه وتبداي تحطيه، لا ده عايز بشره متنضفه كويس عشان ما يبوظلكيش بشرتك. حاجه مهمه جدا مش يعني ما ينفعش ان احنا ننساها، ان انتي لازم تقعدي في الضلمه الفتره اللي انتي حاطه فيها. انتي هتحطيه ربع ساعه بالليل، لان احنا لسه هنبدا
تدريجيا. يعني اول حاجه خالص ربع ساعه، ربع ساعه دي متعرضيش للنور خالص خالص خالص، لانه بيتفاعل مع النور. ودي معلومه انا عرفتها مؤخرا. يعني الاول كنت بقول ايه المشكله لما انا احط واتعرض لنور حتى لو اضاءه الموبايل، لو قلت ايه المشكله دي اضاءه موبايل يعني مش هيعمل حاجه. لا لا، انا خدت بالي فعلا ان هو ما بيديكيش نفس الافكت اللي هو هيديهولك لو انتي بتقعدي في مكان ضلمه بس وما بتعرضيش لاي اضاءه خالص خالص خالص. فخدي بالك ان هو بيتفاعل مع النور. محتاجين ان احنا لو بنقشر بشرتنا او ان احنا بنجدد الخلايا، محتاجين ان احنا لو نازلين في الشمس او نازلين في الصبح او نازلين الصبح عامة لازم نبقى مرطبين بشرتنا كويس جدا 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 جدا، مستخدمين الصن بلوك او الصن سكرين الخاص ببشرتنا عشان بشرتنا ما تلتهبش. جربيه الاول قبل ما تقعدي بيه. يعني قبل ما هنتكلم في الفتره الزمنيه لازم تبقى انت مجرباه وعارفه ان بشرتك ما التهبتش منه خالص. انا قعدت الليمت الاولى او الفتره الاولى كلها ان انا بستخدمه ربع ساعه بس. بعد كده هبدا ازود الربع ساعه ان انا بستخدمه نص ساعه. انت ممكن تمشي على النسب دي اسبوع، يعني اسبوع ربع ساعه، الاسبوع اللي بعده نص ساعه. بعد كده بدات اخلص النص ساعه، في فتره النص ساعه هبدا ان انا ازود وان انا اقعد بيه ساعه. بعد الساعه بقى حسيت ان انا خلاص بشرتي خلاص بقى بشرتي ولا بتلتهب ولا بتتحسس ولا بيحصل لها اي حاجه منه خالص، اقدر ان انا انام بيه. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان احنا ما ينفعش نتعرض للنور. طيب لو انا مش عايزه استخدم ماربرين، عايزه مثلا نستخدم اكراتين او عايزه النسبه الاكبر، بصوا هو ده نسبته 1%، 1/10. ده 1/10 بالظبط في المية. طيب لو انا عايزه، لو انا مثلا بشرتي بايظه جدا من الحبوب وعايزه حاجه نسبه اعلى، انا لما طلعت اتكلمت عن الماربرين، طلعت اتكلمت عن الماربرين عشان ده تجربتي انا، وانا اللي متحمله مسؤوليته على اي حد هيجربه. فانا ما اقدرش اطلع اقول لك مثلا استخدمي اكراتين لانه نسبته اعلى وانت يحصل لك حاجه في بشرتك وتدعي عليا انا. لا انا ما جربتهوش فمش هتكلم عنه، انا بتكلم عن اللي انا جربته. جربي تستخدمي النوع اللي انت عايزاه بس تبقي فاهمه ان ده على مسؤوليتك انت. وبرده استخدميه بنفس الطريقه. يعني مثلا لو انت عايزه تجربي اكني فري او عايزه تجربي ادبالين او ممكن ماربرين ما يمشيش مع بشرتي. انا بالنسبه لي كان ماربرين من الحاجات اللي مريحه بشرتي جدا وما حرقليش بشرتي وما بحسش ان انا بشرتي ملتهبه وان انا بشرتي لازم اقعد اهرش فيها بقى لان انا بقشرها او بجدد الخلايا. لا 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 خالص. فممكن ماربرين ده يبقى معاكي انت يا كذا فتبقي محتاجه نوع تاني. طيب شوفي انت حابه تجربي ايه، سواء ده او ادبلين او اكني فري او اي حاجه منهم. بس الحاجه الوحيده اللي انا هقدر انصحك لو انت عايزه تعملي حاجه من ده هو ان انت تعملي نفس الحاجه اللي انا قلت لك استخدميها بالماربرين. في الماربرين ابدأي بحاجة قليلة خالص وابدأي زودي كل فترة الوقت وقت أطول وأطول وأطول لغاية لما تتأكدي إن أنا بشرتي مش ملتهبة منه ومش مبوظلي بشرتي، بل بالعكس مريحلي بشرتي. خلصت الفيديو، اشوفكم فيديو تاني وجديد. باي.